أنه سوريا هي بالأساس ليست عربية لوجود عدة قوميات فيها، لأنه إذا أنت بتسميها عربية أنك أنت عم تكون يعني لا تعترف بمجموعات عرقية موجودة عندك، أو عم تحارب مجموعات عرقية هي من الأساس المكون الأساسي للدولة السورية أو للجغرافيا السورية. بينما العرب هن بالأساس لسوريا هن كانوا وافدين بفترة يعني فقط في فترة دخول الإسلام للمنطقة. أما ما يقولون عن مسألة الغساسنة والمنازرة فهؤلاء سكنوا بالمناطق الجنوبية في أطراف الجنوبية لسوريا، وأنهم ليسوا يعني عرب، هم آراميين ولغتهم آرامية ودينهم كان ديانة مسيحية. وخصوصا الغساسنة كانوا مرتبطين بروما، مشان هيك يعني أحد الفترات يعني كان والي أو حاكم سوريا هو سوري يعني آرامي من هدول الغساسنة. وأول منازل اللي كانوا يتبعوا الدولة الفارسية، يعني كل طرف كان يحمي حاله من القضية هي، لأنه هن كانوا يملكوا دين مختلف عن العرب، يعني كان في بالعكس إشكالات بينهم وبين العرب، ما كان في توافق. هذا الخلط اللي بيساووا أنه سوريا عربية، هون الخلط. العرب دخلت سوريا بشكل حقيقي في فترة الإسلام. قبل الإسلام يعني ما في أي إثبات يدل على وجود عربي بالمنطقة. وطبعا في نقاط يطرحوها إنه في عنا ناس إجت لمنطقة ديار بكر أو مناطق هذا كله يعني تاريخه حديث وليس قديم، يعني كله بالفترة الإسلامية وليس قبل الإسلام.